حبايب قلبي، هاخدكم معايا لرحلة جغرافية في حيز جغرافي. هنتكلم على مصر. تعال نتكلم على خريطة مصر من الألف للياء بحدودها الجغرافية السياسية. تعال يا عم، أول حاجة أنت عندك بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا عم البحر المتوسط. حلو. تيجي هنا نسمي الله. عندك الدلتا الجميلة، ننزل هنا نهر النيل. طيب نروح هنا نلاقي عندك ايه بقى؟ البحر الأحمر. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، عندك البحر متوسط فوق، هنا البحر الأحمر، عندك نهر النيل. نروح هنا نلاقي قناة السويس. طب نروح شادين خط هنا، دي حدود. طيب اولا انا هنا اهو عندي بحر واتنين وعندي نهر النيل. هنعمل ايه بقى؟ بص يا عم، تعال بس نغير الموضوع بتاعنا. هنا عندي شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء تربطك هنا جارتك فلسطين. جارتي هنا مين؟ فلسطين. شبه جزيرة سيناء انت عندك الحدود دي بتاعت فلسطين اترسمت 1906. اترسمت 1906. القصة بتاعتها كانت بين الدولة العثمانية وبين الاحتلال البريطاني، لان حضرتك كانت فلسطين تحت الحماية البريطانية، يعني اللي بيحكمها هي بريطانيا. جه عصبة الأمم دي منظمة دولية اعترفت بالانتداب البريطاني على فلسطين، وبدأت قصة فلسطين من بعد عصبة الأمم وسان ريمو. فمن هنا اللي انت لازم تفهمه، الحدود دي اترسمت. وهنا هو يا عم الحاج عندك شبه جزيرة سيناء، ده اسمه خليج العقبة، وده البحر الأحمر. البحر الايه؟ الأحمر. يبقى هنا الشرق، هنمسك واحدة واحدة. هنا مين؟ الشرق. هنا مين؟ الشرق اهو. الشرق بتاعي بحر أحمر وخليج عقبة. يبقى الشرق بحر أحمر وخليج عقبة. طب أنا عندي الشمال الشرقي. الشمال الشرقي بقى عندي حدود فلسطين اللي وضعت 1906 اللي هو ده. يبقى دي حدودك كلها، والحدود دي خطرة جدا. الحدود دي من اخطر الحدود اللي عندنا، واكيد انتوا عارفين ليه. يبقى دي قصة الشرق. طب تعالى يا مستر في الشمال هنا فوق شمال بحر المتوسط. اخواتي الغلابة، الشمال اهو، شرق اهو. ايدك اللي بتاكل بيها دي شرق، انا معاك اهو واحدة واحدة. وفوق دماغك دي بحر متوسط اللي هو فوق شمال. يبقى انا بقول لك اهو، هكتب هنا الشمال البحر المتوسط. البحر مين؟ المتوسط. انا همشي معاك بص كأنك قد كده اهو. ده الشرق. شبه جزيرة سيناء هتوديني هنا الحدود بتاعتي عند فلسطين. هنا عندي خليج العقبة، وهنا البحر الأحمر. ده الشرق، ده الغرب. الايد الشمال غرب، الشمال غرب، رجلي تحت جنوب. انا همسك الاول ايدي الشمال اهو. تعال ايدي الشمال اهو. الحدود دي اترسمت يدوي اهو. رسموا الحدود. عندي ليبيا. يبقى هنا
خليج عقبة وبحر أحمر، وهنا فلسطين. خلي بالك هنا منطقة اسمها رفح، منطقة اسمها ايه؟ رفح. وهنا طابة، رفح وطابة كده فلسطين، بحر أحمر، شبه جزيرة سيناء، وكده شرق وكده غرب. طيب تعالى عند ليبيا، هنا فوق السلوم. ايه السلوم يا سلوم يا سلوم؟ فوق هنا اهو السلوم. طيب تحت هنا جبل العوينات. جبل ايه؟ العوينات. وخلي بالك دي فين ايه؟ واحد سيوة. واحد ايه؟ سيوة، حتة مايلة اهي. طيب ليبيا، ليبيا 1925، ليبيا 1925 كان ساعتها في احتلال بريطاني في مصر، في احتلال ايطالي في ليبيا، والاتنين في بينهم منافسة وصراع. راحوا راسمين خط ما بينهم، دي مصر يا عم الحاج، ودي مين؟ ودي ليبيا. كل ده انا ماسك الاول الموقع الجغرافي. كلمة موقع جغرافي من الاخر كده ببساطة اهو، الاماكن اللي جنبك من يابس ومية، من يابس ومية، هنا ايه وهنا ايه، هنا بحر هنا ارض، هنا شبه جزيرة هنا جزيرة. انا بكلمك الاول عن موقع الجغرافي. طيب يبقى هنا اترسمت حدود ليبيا 1925 بين مصر وليبيا، وقلنا احتلال ايطالي، احتلال بريطاني. هنا قسموها الدولة العثمانية، وقلت لحضرتك عندي الاحتلال البريطاني. طيب هنا سلوم، هنا جبل عوينات، هنا جبل العوينات. طيب تحت اترسم حدود اهو، اترسم حدود تحت جنوب، تحت جنوب، فوق شمال، فوق شمال، تحت جنوب. يمينك هنا شرق هنا غرب. انا هبص من الالف للياء. طيب مين اللي رسم هنا الحدود؟ قال لي دي السودان، اترسمت بينها وبين مصر 1899 ميلادية. 1889 سوري 1899 الحدود بينك وبين مين؟ السودان. كان عندي يا عم الحاج الاحتلال البريطاني، لا بريطانيا. وكان عندي في مصر خديوي اسمه الخديوي عباس حلمي الثاني. الاول يا جماعه السودان دي مصر كانت يعني ضمه لمصر، والجيش المصري جوه. عملوا ثوره اسمها الثوره المهديه، الجيش المصري انسحب من 6 اماكن. حصل حوار ما بين انجلترا وفرنسا وايطاليا في التقسيم بين الدول بقى، وانا عايزه دي وعايزه دي. مسكوا في حته اسمها فاشوده، منطقه هناك بين انجلترا وبين فرنسا. احنا قلنا الحمد لله هيدبوا في بعض وهيسحبوا الجيش من مصر البريطاني، بس للاسف اتصالحوا. الاول الخديوي عباس حلمي الثاني ده كان يعني جنب الحركه الوطنيه، وكان راجل وطني، بس خلاص فقد الامل وراح جه مسلم ارضي وضم للاحتلال البريطاني، وعمل معاهم حاجه اسمها اتفاقيه الحكم الثنائي. مصر وبريطانيا هيحكموا مين؟ هيحكموا السودان. الكلام ده امتى؟ 1899. ورسموا زي ما انت شايف هنا، رسموا ده. طيب يا مستر، وده طبعا يا ابني نهر النيل، ده نهر النيل، دي الدلتا، وده الوادي. صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنتكلم على اليابس اهو قدامك، هنا فلسطين، هنا رفح، هنا طابه. ننزل تحت هتلاقي حلايب، هنا حلايب. يبقى مصر على شكل اقرب من المربع. مصر بها بحرين، مصر بها نهر النيل. هنا ليبيا، هنا خليج عقبة، بحر أحمر، وعندك الحدود بتاعت فلسطين.
ده الموقع الجغرافي. بص بقى، الموقع الفلكي بالنسبه لدوائر العرض وخطوط الطول. لو انا عندي الكره الارضيه اهي، لو انا عندي دواير 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 دواير، عندي هنا بتقسم دايره في النص هنا اللي هي دائره الاستواء صفر. حلو، يبقى ده شمال وده جنوب. يبقى الدوائر لما انا اقول دائره، دائره اما شمال اما جنوب، دايره كامله اهي بتخلي الكره الارضيه شمال وايه وجنوب. لو انا اعمل خطوط طول خطوط طول خطوط طول، خط اللي هنا اسمه خط جرينتش، يبقى عندي شرق وعندي غرب. هريحك، انا عندي الكرة العلماء عشان يريحوا نفسهم قسموا خطوط طول خطوط طول خطوط طول، وكل دولة فيها كام خط طول. اما دي نص دوائر خطوط اهي. اما انت لما بتتكلم دايره كامله دايره كامله، دي دوائر العرض. يبقى اللي هتقسم شمال وجنوب دوائر العرض، اللي هتقسم شرق وغرب، شرق وغرب، شرق وغرب، قلنا مين؟ خطوط الطول. مصر بقى، مصر بقى بتقع فين؟ في الشمال الشرقي. يبقى مصر في الشمال الشرقي. طيب اول حاجه كده تنزل، نغير القلم نجيب مثلا اسود. بص يا عم، هتنزل هنا كده تمام، هوب 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 هوب، السودان صح كده؟ دي 22 دائره ايه؟ شمالا. بص انا قلت ايه؟ شمالا، يبقى دي دايره، يبقى دائرة 22، دائرة 22. عايز تعرف لحد فوق هنا برضو خلي بالك، شمالا 31 ونص يا عم، 31 وايه ونص. هم بيقول لك 31 ونص، 31 36، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا شمالا 22 في السودان، يعني انت عند دايرة 22 ده اخرك. ده بالنسبة بقى للخطوط، طب هتقول لي جنوبا ولا هتقول لي شرقا؟ هقول لك احنا اصلا بنقع فين؟ في الشمال الشرقي. يبقى وانا مغمض اما شمال اما شرق. شرقا بقى بص يا عم، تيجي هنا اهو، يقول لك 25. ده بكلمة 25 ده انا بقول لك شرقا شرقا شرقا، صح اهو. مش ده اللي قسم الشرق والغرب شرقا؟ يبقى ده طول، يبقى الطول اهو 25 شرقا. عايز تعرف بقى لحد فين هناك؟ قال لي لحد 37، لحد 37 شرقا. ليه شرقا؟ لان مصر بتقع في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي. يبقى ده الموقع بتاعك بتاع اليابس. اليابس عندك اهو، قلت لك هنا هتلاقي رفح اقصى هنا، وتروح هنا تلاقي السلوم، تنزل تحت تلاقي جبل العوينات، تروح هنا تلاقي حلايب، وهنا البحر الاحمر يا ريس، البحر الاحمر اهو، وخليج العقبه اهو. يبقى هسألك تحت في الجنوب السودان، فوق بحر متوسط. لو عملت كده انت هتبقى عكسي، انا هقول عشان ما لفش. في الشرق شرق بحر احمر وخليج عقبه، وعندي حدود بريه بين مصر وفلسطين من رفح لطابه. حلو ماشي. تعالى في الغرب ليبيا، في الغرب ايه؟ ليبيا. حلو جدا. لو بكلمك على الموقع الفلكي، الموقع الفلكي قلنا عندي في السودان 22 شمالا، يبقى 22 شمالا دي اختار مين؟ اختار السودان. اختار مين؟ السودان. طب قال لي 25 شرقا، دي مع ليبيا، دي عند ليبيا. تمام؟ حلو قوي يا مستر. قلنا ده نهر
النيل. مصر يا جماعة لازم أي مصري على أرض مصر لازم يعرف حدودنا إيه وبلدنا فيها إيه.